على القصر الرئاسي والتقط هذه الصورة التذكارية، كان في كمان يعذب نفسه ويروح على ميدان التحرير أيوة، بس ويزور أنا هؤلاء الثوار اللي يعني أنا ما كنتش أعرف إن هيحصل ثورة بصراحة، يعني ولا حد كان عارف إن في ثورة. على فكرة من ضمن كلامي قلت لهم خدوا بالكم من السيناريو اللي بيحصل في المنطقة العربية، خدوا بالكم من هذا السيناريو، لأن المنطقة العربية كلها حصل فيها معاني كتير جدا، وحصل فيها ثورات وبنفس السيناريو. يعني هل تعتبري أن ما حصل في العالم العربي هو مؤامرات وليس ثورات؟ لا، في ناس بتستغل هذه الثورة لصالحها. مين؟ ممكن تبقى دول عظمى، ممكن جدا تبقى دول عظمى. واللي أنا كنت عايزة أقوله وأنت قطعتني فيه، بقولك إن الفتنة مش بس بتحصل كفتنة طائفية، لكن ممكن يحصل بينك وبين الناس فتنة، زي الإشاعات اللي كثير عم تحكي على الفتنة يسرى، وكأنك خيفاني من فتنة داخلية. هل خيفاني من فتنة طبعا إسلامية خايفة. مسيحية مثلا؟ خايفة من كل معاني الفتنة، مش بس فتنة مسيحية وإسلامية، بكل معاني الفتنة. اللي حصل عليا ده نوع من أنواع الفتنة، اللي بيحصل على غيري نوع من أنواع الفتنة. لازم نعرف إحنا عايزين إيه. أنت عايز تشوف مصر فين؟ عايز تشوفها كبيرة؟ عايز تشوفها عالية؟ عايز تشوفها قوية؟ هو ده المعنى.